بسم الله. شير معاكم الشاشة. فين؟ تمام. عايزة بس آخر تأكيد كده، الصوت تمام؟ الصوت واصل لكم تمام يا شباب، صح؟ اللي بيقول الصوت واطي جدا ممكن كده تجرب من عندك، اتأكد كده ان عندك الصوت عالي. اوكي، شكرا. سير ومساء. فريدة، ميرسي. محمد ومالك نورين. ميرسي يا حبايبي. هنا، ميرسي يا هنا. بيج لاف. تمام يا تسنيم، يلا بينا بسم الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من بروميت انجينيرنج فور ايفري ون. المحاضرة دي مقدمة مجانا. معاكم مروة معاذ على اب جيني ستارت اب. تمام. المحاضرة الثالثة دي احنا بنمشي فيها. في كل المحاضرات عايزين نعرف احنا ازاي بنستخدم البروميت انجينيرنج، صح كده؟ وقلنا البروميت انجينيرنج ايه هو؟ هي اللانجوج او اللغة او الكونفرزيشن او الديالوج اللي انا بتكلم فيه مع ادوات الذكاء الصناعي. وانا بستخدم ادوات الذكاء الصناعي ليه؟ بستخدم ادوات الذكاء الصناعي لان بكل بساطه ادوات الذكاء الصناعي هي مش بتستبدلني، لكن هي بتخلي الابيليتيز بتاعتي او قدراتي وامكانياتي بتزيد اكتر. بتقدر تخليني اقدم حاجه ادفانسد اكتر. ولو احنا عايزين نتكلم بلغه ابسط كتير، فبقول ان ادوات الذكاء الصناعي بتساعدني كتير في شغلي، سواء كنت طالب، سواء كنت موظف، سواء كنت واحد بشتغل فريلانسنج. ومفيش حد دلوقتي مش بيشتغل بادوات الذكاء الصناعي. لان انت حتى لو شايف ان جوده او الكواليتي بتاعت البرودكت اللي هي بتطلعه مش حلوه زي الحاجات اللي البني ادمين بتعملها، لكن هي على الأقل بتوفر كتير من وقته. يعني انت ممكن تكون وانت عايز تعمل رسمة او ديزاين، انت واحد ديزاينر عايز تعمل ديزاين، فانت دلوقتي ما فيش فكرة معينة انك تعمل بيها ديزاين، لكن هو ممكن يعمل لك البرين ستورم، يقدم لك مجموعة افكار. والافكار اللي هيقدمها لك انت ممكن ما تلاقيش ولا فكرة برضو عاجباك، لكن هو هيديك مجموعة افكار ممكن لما انت تقعد تقراها وتبص عليها يولد عندك فكرة جديدة. وبالتالي فهو يساعدك في مرحله البرين ستورم. كمان بيساعدك كستارت بوينت. مثلا لو انت عايز تعمل قصه، انت ممكن تساله تقول له انا عايز اعمل قصه، طب انا عايز القصه دي تكون اكشن، عايزها تكون مناسبه لفئه عمريه كذا، فهو يبدا يديك الستارت بوينت بتاعه القصه. اي نعم، اي نعم، اي نعم، مش كل الناس، مش كل الستارت بوينت اللي بيديها لنا بتبقى حلوه قوي وتنفع تبقى قصه، بيبقى غايب عنها الجزء الايموشن فيها. لكن هو بيديك برضو كستارت بوينت او نقطه معينه تقدر تبني عليها بعد كده وتحسن الشغل ده. كمان ممكن تستخدم الارتفيشال انتليجنت تول ان انت تعمل ريفيو على شغلك. يعني انا في ساعات بعد ما بكتب كلام معين ابدا اقول له اعمل لي ريفيو. يعني ايه ريفيو؟ يعني راجع لي عليه. ساعات مثلا يقول لي لا الترتيب مش لوجيك، انت كررتي الجمله مرتين، هنا الافضل كنت تكتبيها بصيغه تانية، وهكذا. فانت بتحدد الذكاء الصناعي بيعمل تدخل معاك في انهي نقطه، لكن انت مش بتخليه هو يقوم بكل حاجه. وخلينا متفقين على نقطه مهمه قوي، ودي هنشوفها ان شاء الله في المحاضره الاخيره. خلاص فاضل تكه، فاضل المحاضره الجايه بس ان شاء الله ونبقى خلصنا الكورس. هنبدأ نتكلم بقى على الأخلاقيات أو الإيثكس أو الكور فاليو في استخدام أدوات الذكاء الصناعي. وهنتكلم كمان إزاي نطبق حاجة اسمها 80/20. دي محاضرة مهمة جدا، هتبقى هي اللي بتديك كده البيزكس أو الفاليوز أو القواعد الأساسية اللي أنت تقدر تتعامل بيها. تمام كده؟ طيب، خلينا بقى نبدأ إن شاء الله. المحاضرة الثالثة النهاردة هنبص فيها على إيه؟ المحاضرة الثالثة النهاردة هنتكلم فيها على أول حاجة، هنعمل تشيك على الأسسمنت أو الهوم ورك بتاع السيشن اللي فاتت. بعد كده هنتكلم إزاي أنا آخد صورتي وأعملها كسيد. يعني إيه سيد؟ يعني هي اللي ببني عليها الصور اللي هعمل لها جنريت. يعني إحنا المرة اللي فاتت شفنا مجموعة صور وأنا بقول للأرتفيشال انتليجنت اعمل لي صورة بنت بتضحك شايلة شنطة بتاكل كذا، صح كده؟ احنا بقى النهارده هنعمل ايه؟ احنا النهارده هنبدأ نستخدم الصورة بتاعتي انا الشخصية عشان ابدأ استخدمها، عشان هو يكريت لي منها صورة او ينشئ لي منها فيديو. تمام كده؟ طيب، تعالوا اول حاجة نعمل تشيك على الاسسمنت ايه بتاع الاسبوع اللي فات. يلا بينا.
بسم الله. يلا بينا يا حلوين، بصوا كده معايا. ده شيت الاكسل زي ما انتم عارفين. الناس اللي واخده، احنا متعودين الكابس بتاعتنا بتبقى عباره عن ايه؟ الكابس بتاعتنا بتبقى عباره ناس بتجيب اول حاجه اللي هو اللون الجرين. ولون الجرين هنا بيبقى معناه ان هم كسبوا 100 نقطه، صح كده؟ و100 نقطه معناهم ان هم عملوا اللي مطلوب منهم بالظبط. تمام. ال 75 بيبقوا عملوا المطلوب منه بس ناقص منه جزئية صغيرة، يعني هو ماشي صح بس وقعت منه حاجة بسيطة. اللي بياخد الأورنج فده بيبقى عامل يعني نص ونص، بيبقى ما اتفرجش على المحاضرة قوي، او ما كانش مركز قوي هو شغالة، او هو ما فهمش الهوم ورك بالظبط كان مطلوب منه ايه، صح كده؟ فأعلى حاجة عندنا ال100، بعدين 75، وبعدين ال50، يعني جرين يلو اورنج. تمام كده؟ طيب. في بقى ناس ساعات بتاخد البلو كاب. البلو كاب معناها ان هو عمل اكتر من اللي مطلوب منه، يعني عمل حاجه بقى اكسيدد، يعني عمل اللي عليه وزياده. عمل اللي عليه ايه بزياده. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى كده مع بعض نشوف ايه الناس خدت ايه. احنا مبدئيا كده مفيش حد وصل يعني اخد البلو المره دي، ان شاء الله المره الجايه. طيب تعالوا كده نبص كده مع بعض. انا عندي هنا اول واحد ده مثلا واخد بلو. هنلاقي اهو خد بلو ليه؟ عشان عندي اهو البرومت اللي هو كاتبه، كاتب ادي الكلر يلو، الهيرو بتاعنا بيرد، وعامل واير سان جلاسز، هو لابس نظارة شمس، وشايل برسوت وعاملها 3 دي ستايل. يعني انا شايفة ان هو استخدم برومت عادي جدا. وادي الصورة اللي طالعة. تمام. فهياخد جرين. طيب نيجي بعديها مثلا. ده كاتب راجل كبير في السن، لابس قبعة بني، قميص أبيض، بنطلون بني غامق، قاعد على مقعد خشبي في الحديقة وقت الغروب، وفي الإطار ضوء الشمس من بعيد، بنسبة حقيقية مبالغ فيها جدا. مبالغ فيها جدا هتدينا الصورة دي. طب خليني أكبرها لكم كده. كلمة مبالغ فيها جدا يعني اديني أقرب ما يكون للواقع. أهو. طبعا صورة جميلة، والبرومت اللي مستخدم حلو جدا في كل التفاصيل. طيب خلينا بقى نشوف ده الأورنج اللي هو واخد 50%. هو اوريدي حاطط صورة. تمام. أسفة ده. هو فعلا مستخدم صورة أهي. الصورة زي الفل وتفاصيل كتيرة، وواضح قوي عليها ان هي فعلا دي مش صورة متصورة بكاميرا، دي واضح عليها قوي ان هي متركبة بالذكاء الصناعي. تمام كده. لكن تعالى بص بقى على البرومت اللي كاتبه. كاتب مش عارفه انتوا كده شايفينه ولا لا، بس ده كاتب النص الاعلان اللي انا بحطه على صفحه الفيسبوك. هو واضح كده ان هو استخدم برومت ونسى ياخده كوبي. فبعت لي ايه؟ بيقول لي محاضره جديده في كورس برومت انجينيرنج فور ايفري وان، واول اداه ذكاء صناعي. فعشان كده يعني هو استخدم اداه الذكاء الصناعي، لكن هو للاسف ايه اللي حصل معاه؟ اللي هو نسى ياخد البرومت كوبي. فهو كسل بقى يعمل صورة تانية وبعت بالشكل ده. فالناس اللي واخدة اورنج هيبقى السبب ان هو مش حاطط برومت خالص. كويس. يبقى اللي واخد جرين حاطط برومت وحاطط صورة. الناس اللي واخدة اورنج دي مش حاطة برومت. واحنا اتفقنا ان انا ببص على البرومت عشان اشوف فيه ايه اللي انتوا استخدمتوا، الكالر والباك جراوند والهيرو ولا لا. تمام. طيب في بقى ناس واخدة اصفر. الاصفر ده 75. 75 ليه؟ في ناس بصوا هنا برضو الاورنج عامل كاتب ياس. ده مش البرومت، صح كده؟ طيب اللي واخد اصفر ده يلو. يلو ليه؟ يلو ده هو كاتب برومت، بس بصوا هو كاتبه ازاي. العنوان الرئيسي كوكب زجاجي مليان مشهد صغير كأنك بتبص من خلال كرة زجاجية في عالم مصغر، الخلفية خلفية بألوان متدرجة. يعني هو عاملها كده كبوينت. احنا ما بنكتب البرومت مش بنكتب التقسيمة دي او البوينت دي. هي صراحة هي طريقة منظمة في الكتابة، لكن الارتفيشال انتليجنس مش بيتعامل كده. لما تيجي تكتب بتكتب الجملة كلها على بعض، يعني بتقول له كده، بتقول له اكتب كده على طول كوكب زجاجي مليان
انا مش عارفه يعني ايه مليان، بس مشهد صغير كانك بتبص من خلال كره زجاجيه في عالم مصغر. الخلفيه على طول اكتب الخلفيه بيها الوان متدرجه. وكلمه الالوان دي، الالوان دي لو انت قصدك بالالوان دي على الكوكب فتحطها مع الكوكب، يعني تقول كوكب زجاجي الوانه نيون زي الوردي والاصفر وذات تدرجات لامعة. يبقى انت بتحط اللون مع اللون. الستايل او الاسلوب والمواد والاضاءة بنفس الكلام برضه، ما بتقعدش تعمل عنوان كده لكل حاجة. فانت كاتب برومت لكن هو مش مكتوب صح قوي. تمام كده. ده كده واخد يلو، ده واخد 75، واعتقد ده الوحيد الواحد واخد 75. الباقي كله ما بين الجرين اللي هو 100 وما بين الاورنج اللي هو 50. تمام. كمان مرة. والملخص اللي واخد اللي هياخد جرين معناه ان هو عامل برومت صح والصورة صح. اللي واخد الاورنج معناها اللي هو عامل الصورة صح بس هو مش حاطط برومت اصلا، وبالتالي فنص اللي مطلوب هو ما عملهوش، فهو هيستحق كام نقطة؟ 50 نقطة. اما اللي عامل اصفر وهو كاتب برومت وفيه صورة فعلا، لكن للاسف البرومت اللي موجود يعني مش مكتوب حلو قوي. تمام كده. ده كده بالنسبة للتشيك ان. تمام. ايه بقى هناخده النهارده؟ احنا اتفقنا بكل بساطة ان انا اما بيكون عندي كده المايكروسوفت ديزاينر، انا لما بستخدم المايكروسوفت ديزاينر ببدأ اكتب له بروميتس، يعني كلام نص تكست، وهو بيبدأ ياخد التكست ده ويحوله لايه؟ لايمج. وقلت الايمج عشان تتحول الصورة عشان تطلع لي جيدة لازم احدد له كام عنصر. اول حاجة بحدد له الهيرو. مين الهيرو؟ اللي هو البطل، صح كده؟ وبحدد بقى ملامحه والوان اللي هو لابسها، عنده كام سنة. بعد كده ببدأ اتكلم على الباك جراوند اللي في الصورة ايه هي، وبرده الباك جراوند ابدأ اذكر فيها ايه الايتم اللي موجودة فيها، وممكن كمان اختار الوان معينة للباك جراوند. بعد ما بخلص الباك جراوند بيبقى عندي الستايل، وبيبقى عندي الإضاءة، ويبقى عندي كمان زاوية الكاميرا، صح كده؟ كل ده كل ما بكتبه هو بيبدأ يحول الصورة. لحد هنا تمام جدا. نيجي بقى في حاجة مهمة، وإيه هي بقى الحاجة المهمة دي؟ أنت لو أنت عايز تعمل برومت بيوصف شكلك أنت، تعملها إزاي؟ يعني أنت من الآخر كده عايز الذكاء الصناعي ياخد ملامحك أنت ويبني بيها صورة، هتعملها ازاي؟ طبعا اول طريقه اللي انت تقعد مع نفسك كده في المرايه، وتقعد باصص في المرايه وتقعد توصف نفسك، تكتب نفسك. وشك مدور مثلث شويه رفيع ازاي، عندك نغزه، عندك طبيعه حسن، عندك حسنه، عينك واسعه ضيقه صغيره، لونك خمري ابيض، وهكذا. تقعد تكتب الوصف ده. دي طريقه. طيب احنا مش شطار قوي في الطريقه دي، ايه هي بقى الطريقه التانيه؟ الطريقه التانيه بكل بساطه اللي انت تخلي الذكاء الصناعي هو اللي يكتب لك وصفك. تاني تاني، احنا في المايكروسوفت ديزاينر بنكتب كلام وهو يطلع لنا صوره بناء على الكلام ده، صح؟ يعني انا بكتب الديسكريبشن او وصف الصوره وهو يطلع لي الصوره. احنا عايزين نعكس بقى الموضوع، انا هديله صوره اللي هي صورتي وهقول له اكتب لي الوصف بتاعها. تمام كده؟ سهله ولا صعبه؟ تعالوا كده نشوف. اولا انا هستخدم في ده ايه؟ مش هينفع استخدم المايكروسوفت ديزاينر، امال هستخدم ايه؟ هستخدم احد ادوات الذكاء الصناعي اللي اسمه كلاود. كلاود ده احد ادوات الذكاء الصناعي اللي بنقول عليه تكست تو تكست. يعني ايه تكست تو تكست؟ يعني انت بتديله نص ويديك نص، او ممكن تديله صورة وهو يديك نص. تمام كده؟ اهو دي الصفحة الرئيسية، انا بكتب هنا كلاود. تمام. كلاود اي اي. وخلي بالك لو انت اول ما تستخدمه هيقول لك تحب، يعني تعالوا كده ندخل كده من الويندو دي اهي، ادي كلاود، انتر، ادي كلاود اي اي. بصوا اول ما بدخل عليه كده بيبدأ يقول لي ايه؟ لازم الاول اعمل اعمل حساب عليه، يعني انا مش هينفع استخدمه من غير ما اعمل حساب. تمام. فانا بعمل continue with جوجل. continue with ايه؟ with جوجل. فهبدأ ادخل على الاكونت بتاعي هلاقيه هو بيقول لي جود ايفنينج مروه، هو مسيف الاكونت ومسيف اسمي. تمام. هبدأ اعمل ايه بقى؟ شايفين علامة الاتاشمنت دي؟ هبدأ اضغط عليها وهروح هختار الصورة بتاعتي، الصورة الشخصية بتاعتي، ولتكن الصورة دي. تمام. وهقول له اوبن.
تمام. انا كده بعت له ايه؟ الصوره. هبدا اكتب بقى ايه في البرومت ده؟ هقول ايه؟ هقول له هنا please write a full detailed description of the attached photo. تمام، يعني انا عايزاك تكتب لي وصف دقيق للصورة المرفقة and mention the colors and all the stuff at the background. واذكر لي كمان كل حاجة بالألوان وحتى الحاجات اللي موجودة في الخلفية. تمام كده؟ يبقى أنا هنا عملت إيه؟ عملت attachment لصورتي الشخصية، أي صورة بقى عندك عادية، وقلت له اكتب لي الوصف بتاعها. كويس. يبقى انا هنا اعطيته صوره واعطيته برومت، اعطيته الاثنين، اعطيته صوره وايه وبرومت، وهو المفروض هيطلع لي ايه؟ التكست اللي هو البرومت نفسه او الديسكريبشن. تمام. بعد ما اخلص اضغط انتر من الكمبيوتر او علامه الانتر اللي هي السهم اللي فوق دي. تمام اهو. بص هو كتب لك بقى ان الصوره دي صوره لسيده هي قاعده في ديسك، قاعده على مكتب، بيبدو ان هو كده مكتب او مكان للعمل، وهي لابسه وايت حجاب ابيض، ولابسه جاكيت مارون، وهي بتضحك للكاميرا، وموجود على المكتب بشاشه كمبيوتر وكيبورد وماوس. تمام. هو هنا عامل لي الوصف صح. ده كده بالنسبه لكم يعتبر ايه؟ ها مين يقول لي ده ايه؟ ده ايه الكلام ده؟ ايه بالنسبه للمايكروسوفت ديزاينر؟ مم. مين يعرف يكتب في الشات؟ يلا يا مصطفى، تعرف تكتب يا مصطفى في الشات؟ برافو، اكسلنت وورك. تعالوا بقى نشوف مين اول حد قال. اول حد قال عمر محمد. برافو يا عمر. ومحمد السيد بيرفكت. ومالك وهنا وميرولا وتسنيم ومحمد. محمد مش كاتب محمد ايه؟ ماشي. واحمد عماد ووفاء. ميرسي ليكم كلكم شطار. تسنيم. فريده وصف وصف وصف. ايوه يا فريده، هو الوصف او البرومت. بيرفكت. يبقى انا كل فعلا اللي هعمله يا لوجين، برافو عليكي يا لوجين، كل اللي هعمله اللي انا هرجع بقى اخد الديسكريبشن ده اهو، هتك هنا على زرار الكوبي. شايفين الكوبي فين؟ انا مش محتاجه احدد واعمل رايت كليك واقول كوبي، لا، هلاقي هنا في حاجه اسمها كوبي، هضغط عليها. بعد كده هروح على المايكروسوفت ديزاينر وهضغط على ايمج. هروح على المايكروسوفت ديزاينر واضغط على ايمج وابدا اكتب ده ايه؟ ديسكريبشن او ايه؟ وصف. بس خلي بالك من حاجه، المايكروسوفت ديزاينر بيبقى عنده ليميت بالديسكريبشن، فخلي بالك اتاكد دايما ان انت اولا كاتب ديسكريبشن فيه كل حاجه انت عايزها، او لو في داتا انت شايف ان انت مش محتاجها فابدا اعمل ايه؟ امسح منها. يعني انا ممكن مثلا ماشي في، يعني مثلا هنا مثلا انا مش محتاج الشرط دي مثلا، فاي حاجه انت مش محتاجها ممكن تمسحها. انا ممكن امسح شويه حاجات كده، ستيكي نوت بس كده، and كذا behind the desk there were. ماشي. وادي ال behind the desk فيه كذا وفيه بروتين، في كلمة مكتوبة. هو طبعا شايف الكلمة مش كاملة فأنا حسنتها. بص ده بيقول لك اللوحة، الصورة اللي هي حطاها مكتوب فيها كومبو لحد حرف اليو، وتقريبا بقى المفروض ان هي اختصار لكلمة كمبيوتر. يعني شوف هو كاتب الوصف لحد فين. انا كده اهو خلصت. طيب وهمسح كل الاضافات دي ملهاش اي ستين لازمه. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هضغط على جنريت. تمام. يبقى انا خدت استخدمت هنا كام اداه ذكاء؟
2. استخدمت الكلاود، اعطيته حاجتين، اعطيته صوره واعطيته برومت عشان يطلع لي الديسكريبشن بتاعها. بعد كده ابتديت اخد الديسكريبشن ده واديه للمايكروسوفت ديزاينر عشان بقى ياخد التكست يحوله لصوره. يبقى انا هنا السيد يعني البذره الاساسيه كانت عباره عن ايه؟ عن صوره، صح؟ وحولتها لنص، بعد كده خدت النص عشان اديه للمايكروسوفت ديزاينر. طب ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده اللي انت بيبقى عندك مثلا صوره واقعيه، بس انت ما عندكش الحقوق اللي انت تستخدم الصوره دي، لكن عاجباك الاتموسفير اللي فيها، فانت بتعمل ايه؟ ممكن تستخدم ادوات الذكاء الصناعي عشان يطلع لك حاجه اوريجينال وما فيهاش اي حقوق ايه ملكيه فكريه. بص هو خد بقى الصوره، هتقول لي هي مش شبه قوي الشخص، بس هي عطاك نفس الاحساس تقريبا، الحجاب والمكتب، القلمه، في استكينوت اهي ورا. الصوره الثانيه. طيب احنا هنا مشكلتنا في ان الكاركتر اللي هو الشخصيه تفاصيلها مش شبه الحقيقه، صح؟ تفتكروا نحسن ايه؟ نحسن في انهي برومت عشان يركز على الشخصيه؟ ها مين يقول لي المفروض نعمل ايه؟ يعني احنا استخدمنا الكلاود واستخدمنا المايكروسوفت ديزاينر، نروح لمين عشان نخلي الشخصيه، الوصف بتاع الشخصيه يشبه؟ ايوه في حد كتب اهو. مين؟ مين كتب؟ اكسلنت يا هنا، برافو يا هنا محمد. اكسلنت يا هنا، انتي فظيعه، انتي فظيعه ما شاء الله عليك. وكمان تسنيم بيرفكت البنات. ميرولا اكسلنت يا ميرولا، فعلا هنروح للكلاود، هي كلاود، هنروح له وهنبدا نقول له ايه. مين بقى شاطر يكتب لي كده البرومت؟ المفروض اقول له ايه؟ انا هنا كنت بقول له write full detailed description of the attached photo ومنشن الكلر. انا هبعت لكم اهو البرومبت اللي انا كتبته، هبعته لكم في الشات، وانتوا قولوا لي من وجهة نظركم المفروض نغيره، نكتب ايه عشان نخليه يركز على الكاركتر نفسها، بحيث ان هو يطلع لي برومت بيوصف الشكل. ها مصطفى وائل، مصطفى انت رافع ايدك، ممكن تتكلم، افتح المايك واتكلم لو حابب. مصطفى. طيب انجي، انجي احمد، انجي اسامه. معلش انا عايزه اشارك، بس انا الشات عندي مقفول، ما ينفعش حضرتك تفتحي الكيو اند ايه؟ حاضر، حاضر عينيا حاضر. طيب مين تاني يا شباب؟ ها ها يا حلوين، لسه انا ممكن بس مستنيه. اقول نكتب ايه؟ اه طبعا ممكن. ها يعني نكتب ان هو يعمل وصف للشكل بتاع الكاركتر اللي موجوده في الصوره. اكسلنت 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 يا انجي، برافو عليكي. يبقى انا هنا ميرولا بتقول، طب خلينا نقرا اكسلنت. بصوا خلينا نسمع تاني. بصي يا انجي انا فتحت لك اهو الشات، الكيو اند ايه. هي انجي قالت ان احنا نخليه واحنا بنكتب البرومت نقول له ركز على الكاركتر اللي في الصورة، تمام. وهنا محمد قالت بصوا كتبت ايه؟ فوكس اون فيس ديتيلز، يعني ركز على تفاصيل الوش. تسنيم قالت برضو ان هو يحدد الفيس. عمار قال write the full details of the character in the photo، اكتب تفاصيل الشخصية اللي في الصورة، حدد الملامح بنسبة حقيقية مبالغ فيها. حلو قوي يا محمد احمد، قوي جدا برضو، حلو قوي يا محمد جدا. وفاء بتقول يوصف شكل الشخص focus on appearance. أنس حلوة جدا يا أنس، حتة الappearance يوصف الوجه، يركز على ملامح الوجه. excellent word، إن تكون صورة واقعية مش وجه ماشي، تكون وصف ملامح الشخصية. أكتر من كده على فكرة أنا قلت كده ما قريتيش، معلش يا محمد والله أنا لسه قارياه أهو وقلت لك ما شاء الله أنت كاتب حاجة حلوة جدا، صح كده؟ محمد بني أحدد الملامح بنسبة حقيقية مبالغ فيها، حلو قوي، جميل جدا. يبقى انا هنا فعلا زي ما انتوا قلتوا انا المفروض ارجع للبرومت وهقول له ايه؟ concentrate يعني ركز at the woman face
يبقى ركز على ملامح السيدة in the image. Concentrate at the to be described in details. يعني ركز عليها قوي عشان تبقى وجهها ده موصوف بشكل دقيق جدا. تمام. فهيبدأ يقول لي ماشي I apologize، يعني أنا آسف but I'm not able to describe. بصوا بقى الحتة دي مهمة جدا. I am not able to describe or identify specific individual based on facial features in image. هو كده فاكرني اللي أنا بقول له إيه؟ عايزك تتعرف عليها. However, I can describe what I observe about the woman in the image more generally. لكن أنا ممكن أوصفها بشكل عام. تمام. فهو هنا بدأ إيه يوصفها. فأنا هبدأ آخد الديسكريبشن ده. تمام. وآخد منه كوبي وارجع تاني على المايكروسوفت ديزاينر. هعمل ايه بقى؟ مش همسح كل ده، انا هشيل بس الجملة اللي هو بيتكلم فيها عن الشخصية وابدأ احط يعني هو من اول هنا مثلا. خلونا برضو نقرا اللي موجود هنا. اعمل كده تاني وهنشيل بقى الجزء اللي هو ايه ديت لحد قبل on the desk يا مس. لحد قبل on the disk. ما هي من اول هنا sitting at a desk. هو بيقول the image shows a woman. اهو هعمل سبيس واحط هنا واشيل الكلام ده. a woman smiling at the camera on the desk keyboard. تمام. نقرا كده تاني. here hand desk she is warm friendly smile. ماشي. هي من اول هنا. طيب نرجع كده تاني على description. هو كل ده موجود. انا هشيل. هي فعلا لحد on the desk. برافو انجي اللي اتكلمت. برافو. طبعا هو هنا مش هيرضى يحط تاني لان انا خلاص خلصت الديسكريبشن. زي ما احنا قلت لكم احنا في ليميت معين صح كده. فانا هشوف ايه الحاجات اللي انا مش عايزاها. يعني مش عايزه اركز انا على الحاجات اللي في الخلفيه قوي. ممكن اشيل كده كام حاجه. تمام. the photo shows a woman wearing a white hijab that covers her. ممكن حجاب من غير ما يقول هو cover لان هو اوريدي الحجاب آه بيغطي الراس والرقبه. for sorry direct to camera and work space. تمام كده. يلا بينا بقى ايه جنريت نشوف المرة دي الوصف اللي هو عامله. بكرر تاني انت هنا مش الهدف من الايمج اللي انت بتعمل صورة وتدخل الاصل. لكن اللي انت خدنا كده مصطلح اهو جديد المرة دي اسمه ايه؟ اسمه السيد. يعني ايه سيد؟ يعني البذرة. يعني الاساس اللي انت بتشتغل عليه. زي ما انتم شايفين هنا هو هنا كده كل تركيزه على الملامح نفسها والوش نفسه. حتى الحاجات التانية خلاها ضبابية. تمام. تعالوا نعمل كده. طيب حد ملاحظ حاجة في الصور كلها؟ ايه العامل المشترك في الصور كلها؟ ان هي كلها بحجاب ابيض صح كده. معنى كده ان بقية الحاجات اللي احنا كنا حاطينها ما بقتش موجودة صح. طيب احنا بقى في الحالة دي ممكن نعمل ايه؟ انا مثلا في حاجات شايفة ان هي مش موجودة وعايزة الكالر سكيما تبقى موجودة صح. فانا هبدأ اركز على الكالر سكيما اللي هي ايه؟ وايت حجاب والحيطة وايت في مارون. تمام. جرب نرجع كده نقرا تاني. حجاب brings smile and hair eyes appear dark and express
hair skin tone is medium and your facial features are visible and clear in the image. لا دي كده مش عايزاها، بيقول ان هو وشها واضح في الكاميرا، فدي حاجة احنا مش عايزينها. she seemed to be wearing a light makeup. the woman expression convey a positive welcoming demeanor in what appears to be her workspace on the desk. طيب تعالى كده نعمل كده generate تاني ونشوف هيطلع ايه. انت كل اما بتقلل description يعني انت عامل كل ما بتكتب تفاصيل الصورة بتطلع زي ما انت عايز، لكن التفاصيل لما بتبقى كتيرة جدا بيبدأ هو يعمل حاجة اسمها زي cancellation. يعني ايه cancellation؟ هو بيدي priority للعناصر الأساسية اللي انت بتدور عليها. بصوا لما انا قللت الكلام شوية، الصور اللي فاتت لو انتوا فاكرين دي كان كل تركيزه في الصور دي على الشخصية، وبقيه البرومت كله اكنه ما كانش موجود، ما كانش مختار الحاجات اللي ورا على الديسك توب على الديسك. بص بقى هنا لا، ابتدى الصوره نفسها، بصوا حاطط الاقلام اللي لونها احمر، مبين قوي الكلر ده، معناها ان هو بدأ يركز ان في ديسك وفي مكتب. طب تعالوا كده تاني نقرا تاني البرومت. بصوا احنا كام مره بنعمل البرومت، عشان كده لما كنا احنا بنشتغل في الهوم ورك ما بنزلش اللينك على طول. ليه؟ لان اول برومت دايما بيبقى مش النتيجه اللي انت عايزها، وانا عايزاك تبص للصوره وتقعد تفكر. طب انا عايزه اظهر هنا مثلا فازه، مثلا انا عايزه احط على المكتب ده فازه، طب انا عايزه المكتب ده احط عليه كوبايه ميه، طب انا عايزه اخفي كذا. عايزاك دايما الذكاء الصناعي لما بيطلع لك اوتبوت او نتيجه اياك تستخدمها على طول، كل مره تحسنها. اياك تفتكر ان البرومت انجينيرنج ده بيجي عشان ورقه الشيت شات اللي بتوزع على النت انا هحفظها وهطلع الاوتبوت احسن حاجه. لا، انت لازم كل مره، بصوا انا معاك اهو ومحضره المحاضره دي كذا مره وانا مستخدمه صورتي، يعني مفيش اكتر من نفسي اعرفه، لكن مع ذلك انا لازم اعمل ايه؟ كل لما بكتب ديسكريبشن او بكتب برومت اقعد اقراه واضغط على جنريت، اشوف النتيجه اللي طالعه وابص لها، اقعد كده اقول طب يا ترى الغلطه فين، طب انا المفروض كنت اصحح فين. مع الوقت بتلاقي نفسك مهارتك بتزيد، مع الوقت بتعرف ازاي تكتب برومت صح، بتعرف امتى تركز وامتى ما تركزش على بعض العناصر. فتعالى كده نقرا تاني مع بعض. ان الصوره بتبين a woman wearing كذا كذا، warm friendly كذا وكذا كذا وسكين كذا، في موجود على الديسك وفي كيبورد. انا ممكن اشيل الكيبورد والماوس مش محتاجاهم، وكلمة to the right of the monitor أنا مش عايزة الكيبورد يعني ويبانوا والماوس. و there are several and خليها على طول and أو كمبيوتر. تمام، بعد الكمبيوتر ممكن نشير كلمة supplies دي a red pencil holder with pens, a small desk calendar and silver or water bottle. هنشيل water bottle دي، يعني بيتكلم على الترمس الفضي. behind there was a red bulletin board with computer، وهنشيل الستيكي نوت اللي على البورد دي. و the color schema. تمام، يلا بينا نشيل. بس ما ينفعش نقول له يفوكس على بص الكاركتر والورك سبيس؟ ايوه طبعا احنا ممكن نعمل كده، بس احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا بحاول، انا عايزه اطلع الصوره السيد اللي انا حطاها تكون نوعا ما اقرب ما يكون ليها، اقرب ما يكون للصوره اللي انا اخترتها مع الكلاود اللي هي الصوره دي. عايزه اوصل لاكتر برومت ممكن يطلع صوره مشابهه الى حد كبير الصوره دي. تمام، ده اللي انا بتارجته. لكن بصي يا انجي، انت دلوقتي وانت بتتكلمي تقولي لا انا عايزاه يفوكس اكتر على الكاركتر. لو انا قلت له فوكس اكتر على الكاركتر في الحاله هيديني اقرب نتيجه ليها انهي اللي هي لو احنا نزلنا كده تحت، اللي هي النتيجه دي كانت اكتر نتيجه بتركز فيها على الكاركتر. حتى كانت عامله الباك جراوند بلور، مع ان هو البن اللي انا كاتباه له وهي البورد وهو المونيتور ودي الكيبورد وده الاوفيس، لكن هو كان عامل لباقي الديسك كل بلور. ماشي، بصوا بقى النتيجه دي هنا. انا قصدي يفوكس على الورك سبيس والكاركتر في نفس الوقت، فبالتالي قربها للحقيقة. انا اقول له كده في البرومت الخاص بالمايكروسوفت ديزاينر. اه قصدي نجرب يعني. طب تعالوا كده نجرب. انا هكتب له فوكس اون
او نخلي فوكس في الاول عشان هو يقراها اول حاجة. the photo focus on a woman and her office. وبعد كده كده هنقول له the woman اهو. يلا بينا نضغط كمان مرة. انا شايفة هنا المرة دي في اخر واحدة دي انا حاسة ان هو بدأ يركز في تفاصيل الوش اكتر. العامل يا ولاد المشترك ما بين كل الصور دي الناس كلها اللي بتطلع ملامحها مصرية، صح؟ مش ملامح أجنبية، مش ملامح غريبة. بصي الفوكس يا إنجي ما طلعش حاجة ليه؟ تفتكروا ليه الفوكس ما طلعش نتيجة؟ مين يعرف يقول لنا ليه الفوكس ما طلعش النتيجة اللي احنا كنا متوقعينها؟ مين عشان يعرف؟ هو ما كانش لسه قرا باقي البرومبت. لأ. ها ها بص، عشان بيركز في حاجة واحدة. لأ يا مالك. بص سؤال، هو البرومت ده كله بيوصف كام حاجة؟ البرومت كله بيوصف حاجتين، لا اما بيوصف على الكاركتر اللي هو المين كاركتر اللي موجود، لا اما بيوصف الاوفيس والديسك اللي هي موجوده عليه. فبالتالي انت اصلا كاتب البرومت عن الحاجتين دول، فانا لما اقول له فوكس على الحاجتين دول هيقول لك ما انت ده اللي انت كاتباه. امتى الفوكس يكون ليه تاثير؟ لو انا جيت هنا في الديسكريبشن وبدل ما هو مكتوب فوكس اون كذا هعمل ايه؟ هشيل ده مثلا، هرجعه تاني، تمام، وهقول له هنا مثلا هقول له focus on the monitor. focus on the monitor above the disk. تاني البرومت كله دلوقتي بيوصف حاجتين، بيوصف المين كاركتر اللي هي الومن، وبيوصف كمان الاوفيس اللي هي قاعده فيه بالديسك اللي موجود قدامها، صح؟ لكن انا جيت في اخر البرومت خالص وقلت له فوكس، اعمل فوكس على المونيتور، اعمل فوكس على الايه؟ على المونيتور. هل هنا ركز على المونيتور؟ لا، يعني بصوا هنا المونيتور اصلا جزء منه، هنا لا الفوكس برضو على الكاركتر، هنا مفيش اصلا مونيتور او ده هو المونيتور صغير يعني برضو الفوكس مش عليه، بالعكس ده ضبابي. هنا الفوكس مش باين اصلا مونيتور حاجه. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان كلمه فوكس اون كذا ملهاش ويت، وزن في التنفيذ. ليه؟ لان انت كاتب الديسكريبشن والتكست كله والبرومت كله بيتكلم عن تو ايتم بالتفصيل. لكن امتى هو هيفوكس على المونيتور؟ لو انا جيت في البرومت وقعدت اوصف له في المونيتور ده، يبقى كلمه فوكس اون كذا مش هتؤدي الغرض طالما انت عامل وصف اكثر تعقيدا واكثر دقه وانت بتتكلم على باقي العناصر في الصوره. يبقى كلمه فوكس اون هنا مش هتجيب نتيجه. لكن فوكس اون لو انا كتبتها وقلت له فوكس اون ذا وومن مثلا اي او ذا وومن سمايل، فهيركز على الجزئيه دي اكتر. يبقى كلمه فوكس اون مش بتخلي المايكروسوفت ديزاينر يركز على صوره، لكن هو في الواقع هو كل اللي بيعمله ان هو بيركز على ايه؟ بيركز على العناصر اللي انت عمال توصفها. زي ما قلت لكم كده، هو مش بيقرا الديسكريبشن كله بيبدا يرسم، لا، ده هو بيبدا يقرا اول جمله ويفهمها، بعد كده يبدأ التانية ويفهم، وهكذا، وكل واحدة من دي يبدأ ينفذ ينفذ ينفذ. فكلمة فوكس اون المونيتور دي مش هتؤدي الغرض. طب هل لو احنا نقلناها في الأول هتؤدي الغرض؟ ما تنسوش تاني احنا المرة دي اللي خدناه جديد ايه؟ كلمة سيد اللي هي يعني بذرة، معناها اللي انا ببدأ الديسكريبشن بتاعي بحاجة. بصوا بقى، لما نقلت الفوكس، كلمة فوكس قدام، حط الصورة الكاركتر جوه الايه؟ المونيتور. تعالوا على الصورة اللي بعدها،
المونيتور وجواها الصورة. يبقى كلمة فوكس لما هنا بصوا المونيتور برضو واخدة حجم كبير شوية، إلا إني شايفة لسه الفوكس على الكاركتر الرئيسي والأوفيس والديسك. هنا يعني المونيتور اهو واخد برضو جزء اكنه شويه هيرو، لكن باقي التفاصيل بما انك كاتب تفاصيل كتيره قوي عن الكاركتر وعن الديسكتوب وعن المج الحراري ده، فهو مركز قوي عليهم. هو محدد هنا العناصر دي مركز عليها اكتر. تمام تمام. طيب تعالوا كده نشوف مين ريز هاندز. فريده، انا معاكي يا فريده، اتفضلي. فريده ممكن تفتحي المايك وتتكلمي؟ ممكن نركب طريقة الوش دي، ممكن نركبها عن طريق ريميكر. ممكن عن طريق الايه؟ برنامج ريميكر. ليميكر. بصي يا فريد، احنا عايزه اقول لك ان احنا لو كتبنا كده سيرش على النت قعد يكتب لنا من هنا للصبح ادوات الذكاء الصناعي اللي دلوقتي متوفره، هتتخضي وهنتخض معاكي، ومحتاجين 3 4 ايام بس نقعد نقول اسمائهم، لان فعليا بقوا كتير جدا، بس كلهم بيعتمدوا على نفس الكور او الموديل اللي بيشغل ده. فكل لما انت تتقن احد ادوات الذكاء الصناعي وتحس ان هو بيطلع لك نتيجه افضل، فمعناها اللي انت تجرب تستخدمه على طول او تبدا تتماشى معاه. لكن المايكروسوفت ديزاينر انا ليه بحب استخدمه؟ المايكروسوفت ديزاينر بحب استخدمه لسبب ان هو دلوقتي بقى موجود كمان في المايكروسوفت باوربوينت. يعني بص كده معايا، دي صفحه الباوربوينت. تمام. شاشه معلش هعمل لكم واحده بيضه. ده برنامج الباوربوينت صح كده. مثلا انا هعمل اهو، بص اول ما بدات احط ايدي هنا، ايه اللي ظهر على الجنب؟ ايه ده مكتوب ايه؟ مكتوب ديزاينر، صح؟ مكتوب ايه؟ ديزاينر. ايه هو الديزاينر ده؟ الديزاينر ده حضرتك هو ده الذكاء الصناعي او الاي اي بتاع المايكروسوفت ديزاينر، بيبدأ يقترح عليك ديزاين للباوربوينت. انت اهو فتحت الباوربوينت ابيض، فبيقول لك ايه رأيك يا سيدي تعمل برزنتيشن يكون ده الديزاين بتاعها، ويديك اكتر من شكل. وكمان في حاجة اسمها سيمور، لو ضغطت عليها يطلع لك افكار تانية. تمام. يعني انا مثلا لو ده عاجبني هضغط عليه كده، شكرا اهو اتطبق بقى عندك برزنتيشن زي الفل، اجدعها جرافيك ديزاينر يعملها لك. طب تعالى بقى اقول لك بقى حاجه، اخدك بقى تاني. تعالى نقف هنا كده وهنكتب flower in spring. تمام. بس انا ما عملتش حاجه، هو عمل لوحده ريفريش وبدأ يحط لي ديزاينز مرتبطه بالربيع والازهار. فانا بستخدم المايكروسوفت ديزاينر، بستخدمه ليه؟ لان هو فعليا بيبقى كومباتبل. بص زي الفل، انت لو عامل باوربوينت دي كده وبتعرض بيها، هيقول لك يا سلام ده عنده حس فني ايه، مع انك كل اللي عملته اللي انت استخدمت ديزاينر. تمام. الديزاينر بيبان ازاي في الباوربوينت؟ هتلاقي هنا اهو في كلمة ديزاين، وادي حضرتك ده اللوجو بتاع ايه يا حلوين؟ بتاع المايكروسوفت ديزاينر. فانا بستخدم ليه المايكروسوفت ديزاينر؟ لان هو بيبقى كومباتبل مع مجموعه المايكروسوفت ديزاين، اسفه مع مجموعه المايكروسوفت اوفيس. انا بحب استخدمه عشان لما تيجي تلاقيه في الباوربوينت تبقى عارف انت بتستخدمه ازاي. تمام. طيب. نرجع تاني مرجوعنا. يبقى احنا هنا اتعلمنا اللي انا ممكن استخدم اكتر من اداه ذكاء صناعي واحده، صح؟ عشان انتج صوره، صح كده؟ يبقى انا خدت كلاود اعطيته صوره وقلت له اعمل لي الديسكريبشن بتاعها طلعه. بعد ما طلع الديسكريبشن بدا اخد انا بقى الديسكريبشن ده واروح على المايكروسوفت ديزاينر هنا، ابدا احط الديسكريبشن هنا وهو يولد لي صوره. طيب انا دلوقتي هختار كده بشكل عشوائي، هختار صوره من الصور. اعمل لها داونلود. انا هاخد اي صوره، دي كمان اعمل لها كده داونلود.
تمام. بصوا بقى، احنا كده جربنا الكلاود وجربنا مايكروسوفت. يعني اخدت من عطيت لي كلاود صوره طلع لي برومت، خدت البرومت عطيته لمايكروسوفت ديزاينر طلع لي صوره. هاخد الصوره دي وهروح بيها على هايبر مثلا. مس معلش، هو انا ازاي اقدر اضيف الاكستنشن بتاع ديزاينر في مايكروسوفت 2016؟ حاولت كتير اضيفه مش عارفة. يبقى النسخه بتاعتك مش اوريجينال، صح؟ ايه، لا اوريجينال، بس هي نسخة اعتقد عشان نسخة قديمة ممكن. بصي، هو اللي عندي ده 2019. اصل انا فانا صراحه حاولت ادخل بالايميل الوزاري بتاعي الموحد على 2019 ده، لما حملته مش راضي يدخل، بس هو دخل في 2016. طيب خلينا، طب ماشي، بصي هنستخدم هايبر ونرد عليكي يا انجي دلوقتي، ماشي؟ تمام يا مس، شكرا لحضرتك. ماشي يا حبيبي. بصي يا ولاد، في حاجه اسمها هايبر. هايبر ده عشان ندخل عليه HAIPER Artificial Intelligence، او اسمه حتى AI فيديو جنريتور، هو متخصص في الفيديو. تمام. برضو اما هتبدأ تستخدمه هيقول لك اعمل اكونت، اعمل لوجن، وابدأ استخدمه. هتقول له لوجن وتبدأ بقى تنشئ حساب. ممكن تكتب هنا الايميل، وممكن تقول له برضو continue with جوجل، او طبعا continue with ديسكورد، ايا كان ايهما اقرب. فانت هتبدا تستخدم. بعد ما كده هيبدا لك تظهر لك الصفحه دي. الصفحه دي هنعمل فيها ايه؟ انا هضغط هنا كليك كرييت، وانا ممكن اعمل تكست تو فيديو. يعني ايه تكست تو فيديو؟ يعني اجي هنا كده على مايكروسوفت ديزاينر وارجع، اسفه، اجي على الكلاود واخد منه، هاخد منه يا شباب التفاصيل دي اهي، وهروح احطها هنا. بس ده بقى المرة دي هيبقى ايه؟ فيديو. تمام. وما تنسوش ده الديسكريبشن بتاع الهيرو. اما الديسكريبشن بتاع المكان اهو، انا مش هاخد بقى كل حاجة يعني. وهقول له هنا طبعا بيبقى قدامك اللي انت ممكن تختار عايز الالوان بانهي لون. يعني عندك هنا مثلا ده ووتر مارك، ووتر كلر، يعني اكنها الوان ميه. سايبر بانك دي اللي هي بتبقى الالوان كده. وفي الاركان وفي الليجو وفي حاجات كتيره. اختار بقى، مثلا انا هختار اركان دي واشوف هتطلع ايه، وهقول له جنريت او كرييت. زي ما انتم شايفين الكوين اللي فوق دي بتقل كل ما بتعمل كرييت لايه؟ لفيديو. طبعا لو فتحت مده الفيديو، بص، ممكن تعمله ثانيتين وده مجانا، ممكن تعمل 4 ثانيات مجانا. لو عايز 8 ثواني فده هيسحب منك 40 كوين اللي هم من اللي فوق دول. فانا هختار بس كرييت مجانا. زي ما انتم شايفين اهو، لسه هو بيحمل وبياخد وقت شوية عشان يشتغل. تمام. طيب، تفتكروا ايه اللي هيطلع لنا؟ هيطلع فيديو ويبدأ ان هو يعملوا حاجة فيه متحركة. طيب، هل الجودة اللي بتطلع بتبقى زي ما احنا بنتمنى؟ مش على طول. يعني انا هوريكم نماذج قديمة مثلا. بصوا كده معايا الصورة، الفيديو ده مثلا هتلاقوه على صفحة اب جيني. انا هنا قلت له اعمل لي لانترن، يعني مصباح وفيه دخان كتير، وخلي الالوان كلها ابيض وموف ولبني. ده الفيديو اللي طلع. تمام. تعالوا كده على الفيديو التاني. الفيديو ده قلت له خلي الاب جيني اللي هو اللوجو بتاع اب جيني بتاعنا يطلع، ويطلع حواليه دخان. بصراحة هو شال الاب جيني كله وحط مكانه دخان. يعني ده اللوجو بتاعنا يا شباب، اللي ما يعرفش اللوجو بتاعنا. انا حرفيا اعطيته الصورة دي. تمام. اعطيته بقى الصورة كلها على بعض، وقلت له اعمل لي دخان حواليه، يعني الدخان هو اللي يبقى فيديو. فاللي عملوا ايه؟ اللي عملوا ان هو حذفوا خالص. هقفل المايكس بس عشان الناس.
طيب احنا هنا بوريكم النتيجة اللي بتطلع. تعالى مثلا شوفوا كده معايا الصورة دي بقى كانت حلوة جدا. انا كنت عاملة الكاركتر ده وقلت له خليه فيديو. لو هنا مش واضحة خلونا نرفعه على ماشي. عشان انتوا مش هتشوفوا حركة الفيديو مش هتبقى واضحة قوي عشان سرعة النت. فخليني اهو هرفعه لكم. انا يهمني قوي ان انتوا تشوفوه عشان تبقوا فاهمين بالظبط الفيديوز اللي بتطلع بتبقى عاملة ازاي. يا ريت يا ريت تخشوا على الفيسبوك وتبصوا عليه. تولز. تمام. وهبعت لكم كمان اللينك على الواتساب. عايزاكم دلوقتي عبال ما هو يخلص الجنريت بتاع الفيديو ده تدخلوا وتتفرجوا عليه. يا ريت بس اللي يتفرج عليه يعمل لايك عشان اتاكد بس ان هو وصل لكم. عايزاكم تبصوا عليه وتاخدوا بالكم هو عمل انيميشن او حركه لايه بالظبط. يلا يا شباب، مهم جدا 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 يا شباب تتفرجوا على الفيديو ده. اعملوا لايك على الفيسبوك نفسه على دي. كل واحد يتفرج يقول لي هو عمل انيميشن او الحركه في ايه. يا ولاد مش لايك هنا، لايك مش على الواتساب، مش على المايكروسوفت تيمز. بصوا هنا على دي على الفيسبوك. لايك ايوه على الفيسبوك. وكل واحد يعمل ده لو سمحتوا. ادخلوا بقى على المايكروسوفت تيمز وابدأوا اكتبوا، او ممكن تكتبوا هنا في الكومنت. خلاص خلينا كله على الفيسبوك النهارده. اكسلنت اكسلنت. اكتبوا بقى الكومنت بعد ما عملتوا لايك. اكتبوا كومنت كده وقولوا لي ايه الانيميشن عمله في ايه. يعني ايه اللي خلاه بيتحرك كفيديو. يعني خلى العينين مثلا بتتحرك. ايه اللي خلاه متحرك. اتفرجوا كده كويس على الفيديو واكتبوا ايه اللي متحرك بالظبط في الفيديو. مالك. طيب. بسم الله. مالك سالم حرك العينين والوش. قربت. هو حرك العين فعلا دي خلاها دي بتبربش صح. ايه كمان. البنت رمشت بعينيها وراسها اتحركت. هو هنا ما حركش وشها. هو حرك غمزة العين وخلى الراس دي تتحرك كده شوية صح كده. يبقى انت اما تيجي تسلم صورة لهايبر وتقول له حركها الفيديو ما تتوقعش ان هو هيخليها تتكلم وتتنطط. لا ده هو هيحرك حاجات معينة فيها حاجات دي بسيطة. طب هل ممكن ندي برومت نقول له فيها يحرك شعرها مثلا يخلي شعرها مثلا بيطير. تعالوا كده نشوف الأول الفيديو بتاعنا وصل لفين. اهو وصل زي ما انتم شايفين. وصل لكام. ل75. تعالوا كده بقى نتفرج عليه. انا برضو هوريكم. واخدين بالكم اولا الصورة اللي طالعة دي الصورة الفيديو اللي طالع من هايبر بعد ما عطيته نفس البرومت اللي موجود على المايكروسوفت ديزاينر. شايف الفرق ما بين المايكروسوفت ديزاينر النتيجة اللي مطلعها وما بين هايبر في التفاصيل. هنا هايبر ركز بس على الكاركتر. تمام. انا برضو هنزل لكم الفيديو ده. مالك سالم وقال الراس اتحركت. وفاء البنت رمشت بعينيها وراسها صح.
حركة العين والراس، فعلا حركة العين، الوجه والعينين اكسلنت. حركة العين تمام. حركة الرقبة، بص بقى محمد محمود ذا اكسلنت وان. حركة الرقبة، هو هنا حرك الرقبة كلها، الرقبة من هنا بتتحرك، هي اللي بتحرك الجسم. تمام. راس وحركة العين اكسلنت يا لوجي. تمام. طيب احنا هنعمل ايه هنا؟ تعالوا هرفع لكم الفيديو التاني وقولوا لي ايه الفرق بين الفيديو اللي احنا رفعناه دلوقتي وما بين اللي فات. يلا بينا. هتعملوا ايه؟ هتبصوا على الفيديو ده وتقولوا لي برضو ايه اللي اتعمل له بقى انيميشن او اتعمل له حركة في ده. على فكرة الهوم ورك بتاعكم النهاردة، انتوا حضراتكم هتصوروا النهاردة بابا او ماما في البيت وانتوا بتتفرجوا على المحاضرة وقاعدين قدام الموبايل او الكمبيوتر، هيصوروكوا صورة. تمام. وهتروحوا ترفعوها على الهايبر وتحولوها فيديو. تمام. طيب يلا بينا كده. ماشي، في حد اهو، اول حد دخل لوجي اول حد دخل وعمل لايك. يلا يا لوجي. تمام. انا مش عايزه لايك بس، انا عايزاكي تكتبي يا لوجي ايه اللي بيتحرك، اللي شفتينا بقى بيتحرك في الفيديو. ها، في كومنت اهو. هو بس حركها حركه بسيطه من اليمين للشمال. انجي بصي انت، هي في حركه من اليمين والشمال، هو حركها. انجي هو حركها. ها. ها يا انجي، فكري كده تاني، ركزي كده في الصورة. هو حرك، انت بتقولي هو حركها من اليمين والشمال. طيب بلال بيقول هي كلها اتحركت وده هي لنا ان الكاميرا بتتحرك. بلال you are genius. you are genius يا بلال. excellent work. بص بقى، خلي بالك من حاجة مهمة جدا. الفيديو لما بتيجي الهايبر بيولده او بيجنريت عن طريق ان هو حاجه من الاثنين، لا اما بيحرك عنصر في الصوره، لا اما بيحرك زاويه الكاميرا. فانت بيديك احساس اسفل، اما بيحرك الصوره كلها فبيديك احساس ان زاويه الكاميرا بتتحرك، وبالتالي بيحسسك ان الشخص ده حقيقي. يعني انا سؤال، انت الفيديو ده لو شفته في اعلان هتقدر تقول ان الشخصية دي مش حقيقية، مش واقعية؟ لا، واقعية جدا، واضح قوي وملامحها واضحة قوي وتحس ان هي حقيقية جدا. صح الكلام؟ طيب هل، السؤال بقى التاني اللي عايزين نسأله لنفسنا، هل في إمكانية اللي أنا أقول له يحرك أيتم معينة؟ هل في إمكانية أقول له يحرك حاجة معينة؟ بصوا كده معايا قبل ما نكمل. أنا عايزة أفرجك على فيديو. بص كده الفيديو ده معايا، مش عارفة هيبان لكم هنا ولا لأ. طيب برضو مش هيبان، انا هوريكم الفيديو ده، بس الفيديو ده كوميدي جدا يعني. تمام، يعني دي من الحاجات الكوميدية اللي ايه هتضحكوا شويتين. وده عشان كده بقولك انت مهم جدا، اللي انت الذكاء الصناعي مش دايما بيطلع لك النتيجة اللي انت متوقعها. واياك تكون فاكر ان انت هتقعد كده على المكتب وتقول له يلا اعمل كذا فهو هيعمله لك. ده ما بيحصلش. انت ممكن تقعد. بص كده معايا على الفيديو ده، يا ريت بقى اللي يشوفه مش هتعملوا لايك، هتضحكوا بس. تمام. معاذ
يا معاذ. إجابتك حلوة جدا يا إنجي. بيعمل كاميرا تراكنج للكاركتر الأساسية وبيحرك الصورة بزوايا مختلفة وبيخليها كأنها بني آدم فعلا. excellent 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 you are excellent. love you يا إنجي. بتركزي في تفاصيل كتيرة. ها ظهر لكم الفيديو المضحك؟ مش لاقي حد بيضحك. ممكن تعملوا سمايل دي عليه عشان أتأكد بس إنه اكتبوا. ماشي. إيه بقى اللي خلاه يتحرك في الفيديو ده؟ ها يلا حلوين. بصوا انا اللي احنا بنعمله ده دلوقتي يمكن بالنسبه لكم يكون يعني هي هنستفاد ايه بده. انا عايزه افهمك ان مش دايما الذكاء الصناعي بيديك الحاجه اللي انت عايزها. ممكن اصلا تكون كاتب برومبت حلو قوي، ممكن تكون اعطيله سيد حلو قوي، لكن هو مش قادر يوصل للي انت عايز تعمله. هنا مشكلته ايه في الفيديو ده؟ ان هو بيحرك النني بتاع العين ده في حركه دائريه، فالفيديو شكله غريب. هوريك بقى فيديو تاني. الفيديو ده كان هو البرومت، ما غيرتش فيه اي حاجه. بصوا انتوا هتصعقوا من الصوره اللي مطلعها، هتقولي دي لازم تتعمل فيلم، ما ينفعش تتساب كده. يعني يعني الفيديو ده طلع، كتبت برومت وضغطت جنريت طلع لي ده، قمت ضغطت جنريت كمان مره، بس ما عملتش اي حاجه تانية، يعني ما غيرتش برومت ولا اي حاجه. بص بقى معايا النتيجه دي، انت هتصعق فعلا. والله اكتبوا لي كده عليها دي اوكي، ممكن استخدمها في عمل فيلم كرتون ولا لا؟ مين الحلوين اللي كتبوا تعليقات؟ عايزين نقرا يا ولاد التعليقات كلها. اوه 23. يعني طب هنقول كده all comments. دي احنا دلوقتي بنشوف الكومنت اللي على الكاركتر دي لحد ما تقولوا لي الكومنت على الفيديو النهائي. تمام. لوجي حركة طريقة التصوير حلوة قوي يا لوجي، التعليق تحفة تحفة. excellent excellent. خلينا واو excellent. اهتزاز. معاذ بيقول لي هي هز الصورة شوية بتتمايل، حرك الكاميرا حلو قوي، التعليق بتاع حرك الكاميرا، وفعلا عطاني احساس ان هو حرك كده زاوية الكاميرا. هاي ميس، هاي معاذ. ميرولا هو كأنه حرك الكاميرا اللي صورت البنت. excellent. the camera is moving. excellent. أم زين، أهلا وسهلا. الكاميرا بتتحرك. excellent برضه. اتحركت للشمال كده بالراحة، في حركة بسيطة. اكسلنت. كأنه حرك الكاميرا مش البنت. اكسلنت يا هنا. حرك الكاميرا يمين، يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ آخر كلام. انجي انا قلت لك حلو قوي يا انجي، واعطيني احساسك انه حاجة ريل. البنت مش بتتحرك، الكاميرا. بصوا احنا هنفضل مختلفين، البنت اتحركت لا الكاميرا اللي اتحركت. اكسلنت. انا هعمل لكم كلكم لايك صراحة، انتوا كلكم قايلين كلام حلو جدا. يا محمود حركها من اليمين للشمال. ماشي يا محمود. ماشي خليها تمشي. ماشي يا ستي خليها تمشي. تمام. يلا بينا كده نشوف ده الفيديو ده، نشوف التعليقات اللي عليه. طبعا هو الناس في 11 ضحك برضو، ده بيضحك. هو ده اللي بيضحك. تمام. وكتبته عليه عينه الشمال حركها، حرك عينه الشمال. كله كتب فاني. ماشي. كويس انه عجبكم. تعالوا بقى نشوف الفيديو الأخير ده ونشوف التعليقات عليه. على فكرة تاني، انا كل اللي عملته الفرق التو فيديو اللي انا ضغطت مرتين جنريت بس، لا اكثر ولا اقل. فعلا حرك عينيه وحواجبه كأنه شايف حاجة غريبة. كاميرا اتحركت للشمال. really small defect but really better than the other one. It made the eyes looks like a cute. حلو قوي.
بس بوجه عام ينفع ده يبقى سيد او بذرة ابني عليها فيلم كرتون، صح كده؟ طيب. لحد هنا احنا كده ماشيين تمام. يبقى احنا دلوقتي استخدمنا كام أداة ذكاء اصطناعي عشان نطلع برودكت واحد؟ يبقى عدوا كده معايا. واحد، الكلاود، عطيته ايمج طلع لي برومت، صح؟ بعد كده رحت للمايكروسوفت ديزاينر، عطيته برومت طلع لي ايمج، صح كده؟ بعد كده رحت الهايبر، هايبر اهو، عطيته ايمج طلع لي فيديو، ولكن الفيديو اللي طلعه كان فيه حركة كاميرا فقط. طب تعالوا كده ناخد نفس البرومت ده، هاخده اهو كوبي، وهاجي هنا في التكست اعمل كنترول ايه، كنترول في. ما تيجوا احنا نختار هنا الموفينج هيبقى ايه. فانا هقول هنا a video of a woman winking. يعني ايه winking؟ يعني بتغمز her eye and by with her hand. تمام؟ تعالوا كده نضغط create. يبقى انا هنا في البرومت هنا كل اللي عملته ايه؟ انا الاول كنت كاتبه البرومت كان عباره عن تفاصيل، اللي الشخصيه لابسه كذا، شكلها كذا، ملامحها كذا، لونها قمحي، بتبص للكاميرا، بتضحك، وفي مكتب قدامها، والمكتب عليه ورق وعليه ستيكي نوت وعليه 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 تفاصيل. فطبيعي لما يجي يطلع لي فيديو هو اللي هيختار ايه نوع الحركه اللي هتبقى موجوده. المره دي انا كتبت له بقى في الفيديو الحركه نفسها، وصفت له الانيميشن اللي انا عايزاه يبقى موجود. فبقول ان هي بتغمز وبتعمل باي باي بايدها. ممكن كمان كلمه باي باي وذ هير هاند ممكن اخليه ويف، يعني ويف يعني بتلوح بايديها. فانا هنا بقدر احدد الانيميشن اللي هيكون في الفيديو. تعالوا نشوفوا مع بعض النتيجه هتطلع عامله ازاي. تمام؟ وخلي بالك انت كل ضغطه جنريت، كل ضغطه جنريت بتعملها ممكن هيطلع لك شكل الكاركتر مختلفة عن دي. ليه؟ لأن هو بيرجع بيعمل جنريت من أول وجديد. إياك تفتكر إنك طالما استخدمت نفس البرومت هيطلع نفس النتيجة. لا، هو هيطلع لك نفس الموضوع، نفس الاريا، قريب منها، حاجة شبهها، لكن مش بتطلع أبدا تيبيكال. مش بتطلع أبدا إيه تيبيكال. زيك أنت بالظبط لو مسكت قلم ورقة عمرك ما هتطلع النخلة تيبيكال. تمام؟ تعالوا بقى عشان ما انساش، انجي كانت بتسأل على الديزاينر is compatible with PowerPoint presentation slide layout with designer. How I enable designer in a PowerPoint. تمام. Click file from top right of the taskbar. At the bottom of the list of the left choose option under general tab, scroll down until you find the bubble. ماشي. بصي يا جميل، اول حاجه انت ممكن تكون الاوبشن ده مقفول عندك، فانت بتروحي على الفايل وتنزلي تحت على الاوبشن. بعد كده بتنزلي بتروحي على الجنرال وبتختاري التاب. طيب خلونا كده نكمل تاني. هروح بوتن، هروح على الاوبشن، بعد كده هروح على الجنرال تاب، هنزل لحد ما اختار الهيدنج.
بصي يا انجي اهو الباوربوينت ديزاينر. تمام. اهو تاني انا بختار فايل، ادي الاوبشن، هتلاقي انزلي كده تحت شوية، هتلاقي اهو باوربوينت ديزاينر. تمام. تكي عليه عشان يبدأ يشتغل، عشان يشتغل اوتوماتيك. تمام. في كمان لما تروحي على كاستمايز ريبون بتلاقي هنا الكومنز والتاب، لو ضغطتي عليها بيطلع لك التاب بتاعة الباوربوينت. فبتلاقي اهو التاب اللي اسمه ديزاين، لو مش موجود هنا عندك هتسحبيه، هتاخديه وتتكي على كلمة اد. تاني، انت دلوقتي التاب نفسه اللي هو ده مش موجود، صح؟ فهيظهر ازاي؟ هتروحي على فايل، بعدين اوبشن، بعدين كاستمايز ريبون، تفتحي السهم ده وتختاري كلمة all tab. هيظهر لك اهو لستة التابات كلها اللي موجودة. فانت ايه اللي مش موجود عندك؟ الديزاين، هتضغطي عليه وتقولي له ايه؟ اد، فهيظهر هنا وهتقولي له اوكي، خلاص هيبدأ ايه؟ يظهر عندك. تمام كده؟ طيب انا هنا بصي بقى عندي 2 عشان ضغطت مرتين عليه. كويس، فانا ممكن ارجع تاني واجي هنا على ديزاين. تمام. انا حطيته مرتين، فانا ممكن اهو اجي عليه واعمل ايه؟ اهو، واتك على ريموف عشان تتشال واقول له اوكي. في الحاله دي هو شال لي، بقى عندي واحد بس. تمام. طيب عشان بس قبل ما انسى، طيب تعالوا بقى نرجع كده الهايبر ونشوف لسه 35%. احنا اخر حاجه هناخدها النهارده هو ده. يبقى انا هنا عملت ايه؟ رحت للكلاود، اعطيته صوره، طلع لي ديزاين. طيب يلا كده نشوف. مش عايزه اقول لكم الصوره الفيديو حلو ازاي. تعالوا بقى، بس هو مش عامله قوي، بس هو عامل تقريبا نفس يعني تقريبا قريب قوي من اللي انا طلبته. and finally، انا هسميه اهو and finally. تمام. انا عايزه منكم ايه بقى النهارده تاني؟ الهوم ورك تاني يا شباب. الهوم ورك اللي مطلوب مننا في المحاضره الثالثه ايه؟ انتوا دلوقتي هتتصوروا، حد يصوركم وانتوا تتفرجوا على المحاضره صوره. هتاخدوا الصوره دي تروحوا بيها على مين؟ على كلاود. تمام. هتخليه يطلع لكم البرومت، بعد كده تاخدوا البرومت تروحوا بيها على المايكروسوفت ديزاينر، تخليه هو يعمل لك ايه؟ صوره. هتاخد الصوره تروح بيها على مين؟ على هايبر، وتخليه يحولها لك لايه؟ لفيديو. كويس. وهترفع الاثنين، هترفع لي الاثنين، هترفع الصوره وهترفع الفيديو. اوكي يا شباب؟ طيب خلينا كده بس نشوف هايبر ده. احنا اتفرجنا على الصوره، يلا عايزاكم بقى تبصوا على الفيديو كده. تمام. الفيديو ظهر. ها يا ولاد، الفيديو ظهر ولا لسه؟ ها، الفيديو الاخير، الفيديو الاخير اللي فيه بنت. ها حسن، اه اتفرجوا كده عليه وقولوا لي ايه المشاكل اللي فيه. يلا. الايد فيها مشكله. اكسلنت يا انجي، الايد فيها مشكله. فعشان كده دايما بنقول اي حاجه بتستخدمها مع الارتفيشال انتليجنس بليز دبل تشيك. يعني ايه دبل تشيك؟ يعني دايما بص وراه في البرودكت اللي طالع، بتبقى فيه ساعات اخطاء بسيطه. لو انت برضو مركز قوي هتحس ان سحبه العين دي مسحوبه شويه عن العين دي، صح كده؟ فدايما دبل تشيك ليه. بس بوجه عام ايه رايكم في النتيجه؟ طبعا انت بعد كده ممكن تستخدم برامج فيديو اديتنج تانية عشان تحسن الصوره، او ممكن بكل بساطه تروح على هايبر وتضغط كمان مره جنريت بنفس البرومت، تلاقي الصوره طالعه المره دي بطريقه كويسه. تمام كده؟ طيب
يبقى احنا هنا خدنا في المحاضرة الثالثة ايه؟ خدت اللي انا ممكن يكون عندي سيد ابني عليها البرودكت النهائي، وممكن عشان اطلع برودكت واحد استخدم اكتر من اداة ذكاء اصطناعي عشان اطلع في الاخر برودكت واحد. اهم حاجة هتهمنا اللي احنا بنقوله ده، هل مسموح لك تستخدم صورة اي حد؟ هل مسموح لك ان انت تقوم بجنريت لفيديو من صورة ثابتة؟ هل ده مسموح لك؟ إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على أخلاقيات التعامل مع أدوات الذكاء الصناعي، وإيه اللي لازم نراعيه أو نخلي بالنا وإحنا بنتفرج على فيديوهات تانية. يعني حتى لو أنت احترمت أخلاقيات في التعامل مع الذكاء الصناعي، هل معنى كده ان انت مش هتواجه اي مشاكل؟ هل انت مهدد ان انت تكون احد ضحايا ادوات الذكاء الصناعي ولا لا؟ انتظرونا ان شاء الله المحاضرة الجاية واخر محاضرة ان شاء الله. وسعيدة جدا ان انا كنت معاكم النهاردة، وان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم. وما تنسوش الهوم وورك، هتعملوا نفس الخطوات دي لصورة ليكم وانتوا بتتفرجوا على المحاضرة بتاعتنا من على اليوتيوب. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.